السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم من جديد في قناة حلويات زبيدة. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم خلية النحل أو البريوش بطريقة سهلة ناجحة، نتمنى أنها تنال إعجابكم. إذا بقوا معايا باش تعرفوا على المقادير وكذلك طريقة التحضير. اذا بسم الله ندعو على بركه الله. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو 200 غرام ديال الدقيق الممتاز، دقيق الحلويات. غادي نحتاجو الملعقه كبيره من الزبده، بيضه واحده، ملعقتين من زيت المائده، ملعقه من خميره الخبز او الخميره الفوريه. غنحتاجو القليل من الملح، ثم سكر بنكهه الفانيليا، وخماره واحده، ثم غنحتاجو الحليب للعجن. اذا نبداو على بركه الله. اول شي غناخدو الدقيق ديالنا، غنضيفو ليه مليحه، ثم سكر نكهه الفانيليا، الزبده، بيضه واحده، ملعقتين من زيت المائده، ثم خميره ضفت ليها قليل من الحليب باش تذوب، وغنخلطوا بعد هاد المكونات جيدا. والان بعد ما دلكت العجين مزيان، في الاخير غنضيف هاد الخماره هذه، وغادا نزيد ندلك العجين مزيان. نحاول ندخل هاد الخميره في العجين. والان حصلت على العجين بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا. غنغطيه بالبلاستيك الغذائي وغنخليه كيرتاح لمده ربع ساعه، وغنتلاقاو من بعد باش نكملوا باقي المراحل. اذا الان بعد ما ارتاح ليا العجين، دابا غنخرج ليه الهواء اللي فيه، ثم غادي نشكل كويرات بنفس الحجم، كويرات يكونوا صغار. بهذه الطريقه. وغنستمر هكا حتى غنكمل. والان بعد ما انتهيت غنحتاج الشوكولا. دابا تابعوا معايا الطريقه. اذا الان بعد ما انتهيت من تشكيل خليه النحل، خليت العجين اختمر لمده تقريبا واحد نصف ساعه. دابا حضرت صفار بيضه، ضفت عليها قليل من قهوه سريعه الذوبان غير باش تحيد ريحه البيض. ممكن تضيفوا الخل
وممكن تضيفوا قليل من الحليب كذلك على حسب المتوفر لديكم. فالخل وكذلك الحليب كيقضيو لينا على ريحه البيض. اذا الان بعد ما دهنت خليه النحل ديالي بالبيض غندخلها للفرن ونتسنى عليها تطيب على درجه حراره متوسطه. فهنايا انا دهنت المول بالزبده ورشيته بالدقيق. اذا نتلاقاو من بعد ما طيب لينا خليه النحل باش نشوفوا الشكل النهائي. اذا الان بعد ما طابت لينا خليه النحل كتجينا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. دابا غادا نحيدها وغنديرها في هذا الطبق هذا فاش غنقدمها. اذا الان بعد ما وضعناها في طبق التقديم غنحتاجوا المربى ديال الفريز. ممكن تستعملوا مربى ديال المشمش على حسب الذوق ديالكم. غنحتاجوا كذلك جوز الهند وغنبداو على بركه الله غادي ندهنوها. فالتزيين هنا كيبقى اختياري. ممكن تزينوها بجنجلان تزينوها على حسب الذوق ديالكم باي حاجه كتفضلوها. فانا هنايا اختاريت غنزينها بجوز الهند كيعطيها واحد المذاق يعني خاص كتجي يعني مميزه ونتمنى انها تعجبكم ان شاء الله. فهذه اول وصفه لي من بعد شهوات رمضان وغتكون ان شاء الله وصفات اخرى يعني مميزه. والان غادي نوضع جوز الهند بهذه الطريقه. اذا كان هذا هو الشكل النهائي ديال خليه النحل او البريوش بطريقه سهله ناجحه ومميزه. نتمنى ان شاء الله انها تنال اعجابكم وتجربوها ان شاء الله وتردوا عليا الخبر في لي كومونتير. ما تنسوش توضعوا لايك او تضغطوا على زر لايك الى عجبكم الفيديو وكذلك تشتركوا معايا بالقناه بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو زر الاشتراك مع تفعيل الجرس لكي تتوصلوا بكل جديد الوصفات. كذلك ما تنسوش تبارطاجيو لا فيديو مع الأصدقاء ديالكم. وكنشكركم دائما على حسن المتابعة والوفاء ونتلاقاو مع فيديوهات جديدة إن شاء الله. ففي أمان الله.